رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا صباح الخير يا مساء الخير حسب ما تشوفوا الفيديو. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. النهارده يا بنات الفيديو تاني من العزومه. احنا كان الفيديو اللي قبل كده تحضيرات العزومه، وقلت لكم يا بنات الفيديو طويل فقسمته على فيديوهين. طبعا الفيديو ده مرتبط بده، يعني الفيديو اللي فات مرتبط بده. هنعمل مع بعض الكفته والجلاش والفراخ المشويه بطريقه مختلفه، وهبهركم اهم حاجه يا بنات اللايك واكسبلور. عايزه الفيديو ده لايكات كتير زي فيديو خضار الاسبوع. والله انا بشكركم جدا وبشكر كومنتاتكم، بشكركم على كومنتاتكم الجميله والكلام الحلو اللي قلتوه، والمتابعين الجمال اللي دخلوا عندي. ان شاء الله باذن الله كنا ليا عوض كبير في القناه دي بدل اللي فات، وانا مستنيه العوض من ربنا سبحانه وتعالى. يلا لايكات كتير علشان تستفادوا وتشوفوا الوصفات الجميله بتاعتنا. قلت لكم يا بنات اهم حاجه تسمعوا الفيديوهين، لان الفيديوهين دول مرتبطين ببعض. عملنا المره اللي فاتت حاجات مرتبطه بالفيديو ده. يلا لايكات كتير بقى، وانا عايزه الفيديو ده يكبر كده علشان تشوفوا بقى التشكيله الحلوه اللي عملناها معانا. حللي بسيطه مواعيني بسيطه بس اهم حاجه النظافه والاكل والمنظر والشكل. مش مهم بقى حلل تيفال وحلل بايركس ومش عارفه ايه. انا مواعين نظيفه واكل نظيف وحاجات نظيفه وشغل فاخر من الاخر. يلا بقى لايكات كتير واكسبوا لكم كتير يا حبايبه قلبي. بصوا بقى السفره بتاعتنا صورتها لكم بقى في اخر الايه، اخر حاجه بقى اما خلصت كده قلت لكم اصور لكم كل حاجه انا هعملها باذن الله. كانت عزومه زي العسل والله يا بنات. وفرت لما قسمت مجهودي على يومين. بصوا ما تعبتش خالص والله العظيم. صحيت 8 على واحده كل الوصفات دي خلصت، غير لسه الحاجات التانية اللي على البوتاجاز. المحشي بتاعنا والبطيخ والسلطه. بصوا المحشي اللي احنا عملناه حشيناه في ليله العزومه في الفيديو اللي قبل ده. ورق العنب ببص بتكات وبحركات يا بنات. الفراخ المشويه اللي مش واللي مش مشويه هوريك ازاي تخليها مسلوقه ومشويه في نفس الوقت. كفته الحات اللي مش حد هيقولك عليها ازاي هتعمليها بطريقه بسيطه وجميله تغلب اي حد في الطعم واللون والشكل يا حبايبي. اللحمه الجميله والبص والجلاش اللي ملكوش بقى، اللي كل اللي حواليا بيعشقوا مني، والكفته الحاتي حاجه كده ما اقولكوش. يلا لايك واكسبلور عشان نبتدي بقى في الفيديو بشغل وعزم وايه. وبصوا ما اقولكوش، بصوا التحضيرات، بصوا كمان واللي جاي كمان. يلا انا عايزه لايكات كتير زي فيديو الخضار كده. ابهرتوني والله ابهرتوني بكومنتاتكم الجميله ودخولكم ومشتركينكم الجمال اللي دخلوا عندي. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري باذن الله. عملنا البسله والرز بشعريه ابو شوربه بقى اللي كانت ريحته موصله للجيران، ولسان العصفور والطحينه بقى اللي عندي مش هتشوفيها عند اي حد تاني. معلش يا بنات انا بقى بصور وبطبخ في نفس الوقت. اعذروني انا ما بحبش حد يدخل ايده تدخل معايا في الاكل نهائي، فبصور لكم وبنفس الوقت بطبخ في نفس الوقت. بس كان مجهود جبار، فيديوهين ورا بعض والله طوال، في حاجات كتير محذوفه مش حبيت اصور لكم كل حاجه بالتفصيل. بس ان شاء الله هتستفادوا باذن الله. لايكات كتير. بص يا حبيبه قلبي انا معايا 3 فراخ تسمين، غسلتهم نقعتهم في الملح والليمون والدقيق، ولو في طماطم حطي عادي يعني. انا كنت الاول بحط خل بس تقريبا بيقولوا الخل بيثبت الزفاره، قلت نستبعد بقى الخل شويه. هتجيبي 3 4 بصلات وتبشريهم او تضربوهم في الكبه عندك، وتحط عندك البهارات اللي انا عاملاها في فيديو من الفيديوهات يبقى انت 7 بهارات بالطريقه بتاعتي، على الفلفل الاسمر والكزبره والحبهان والحاجات دي. بصوا الخطوه دي جميله. حط البهارات بتاعتك، ولو مكعب ماجي حطي برده. هتمسكي كده الفراخ بتاعتك وتعملي فيها فتحات في الصدور، خاصه الصدور مش مهم الوراك يا بنات، علشان احنا بصوا بين الجلد واللحم. ودخلي بقى ايه مرطه البصل بتاعتك كده، هتمرطي البصل كده بايديكي بالبهارات بتاعتك، وتمسكي فراخك حته بصي تخليها كده تتغلغل كده بالخلطه دي جميله. هسويلكوا الفراخ على البخار، وكمان هتشويها من غير ما تشويها، وهتشوفي دلوقتي معايا في الفيديو. بس بقى شوفي الفيديو للاخر علشان تستفادي يا حبيبه قلبي. كده انا كلت الفراخ بهرتها، قسمت الفرخه على 4/4 تمام. دول 3 فراخ تسمين يا حبيبه قلبي. هتجيبي كده صينيه كبيره وتحطيها على العين الواسعه عندك كده تمام، وتحطي بقى فيها ايه معلقتين زيت على معلقتين سمنه، او 3 معالق و3 معالق حسب الكميه يعني. انا ليه ما عملتش في حله؟ علشان كل الفراخ تاخد معايا صدمه. الحله هتكون صغيره
يسخن. انا بص زي ما انا بحط كده، ما تنسي يسخن معاكي الزيت خالص، نجيب الفراخ اللي هي متبخره كده، خليها تاخد صدمه ولون من الجنبين، وتقلبي يمين وشمال وشمال ويمين. بصي يا رنات الفراخ دي صراحه انا كنت عاملاها اخر حاجه خالص في الفيديو اللي فات، يعني في ليله العزومه، مش عاملاها يوم العزومه الصبح. انا عملت الفراخ دي ليله العزومه، بس انا صورتها في الفيديو ده. تمام. انا عملتها وشوحتها يمين وشمال وغطيتها بالسلوفان وسبتها تبات في الصينيه زي ما هي على البوتاجاز من بالليل. فظيع، كملت سواها كده من نفسها من غير اي حاجه. بصوا هقلبها كده واحده واحده واخليها تتبهر كده وتتصادم من فوق ومن تحت لحد ما الدم اللي جواها كده ينشف، مبقاش فيها دم خالص، ويبقى طعمها جميل. اقسم بالله العظيم الطريقه هتخلي لك الفراخ التسمين بطعم الفراخ البلدي، وجربيها وهتدعيلي. اما حاجه وصلت لحد هنا، يلا صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، يلا لايكات واكسب له. بصوا انا الفيديو ده لو موصلش لعدد كبير من المتابعين والمشتركين واللايكات انا هزعل منكم والله بجد، بس انا واثقه انكم مش هتزعلوني. يلا يا حبيبه قلبي، بصي كده زي ما انا قلت لك الفيديو ده انا كنت عاملاه ليله العزومه. انا صراحه اما قسمت المجهود عليا من ليله العزومه ليوم العزومه، اقسم بالله انا ما تعبت. طبعا عندي تعب شديد جدا في رجلي، وان انا بتعب قوي في الحر، الجو حر بطريقه مش تتخيلوها. بس انا قسمت كل حاجه على يومين، صراحه ارتحت جدا جدا. صحيت يوم العزومه من 8 ل1 كنت مخلصه كل حاجه، لحد الطحينه لحد السلطه لحد كل حاجه انا عاملاها في البيت. ما اشتريتش اي حاجه من بره خالص يا بنات. تعودي دايما ما تشتريش، تعلمي وجربي مره واثنين وثلاثه، ما تجيبيش اي حاجه. كل حاجه في البيت بتبقى طعمها ألذ واحسن من بره. انا كده خلصت الفراخ، بصوا كده اتبلت من فوق ومن تحت وخدت صدمه وخدت لون. غطيتها بالسلوفان وسبتها والله العظيم طول الليل وهي على الفرن كده، بس مطفي عليها. الصبح بقى ولعت عليها. دول كانوا بقى شويه بصل من مرطه البصل كده باين، هنزلهم كده على وش الفراخ وتاخد بقى تشويحه كده، واغطيها واسيبها طول الليل كده. ايه الفايده بقى؟ انها من سخونيتها هتكمل السوا بتاعتك تاني يوم الصبح، مش هتاخد منك سوا، وكمان مش هتتهري منك. شايفين المنظر والجمال؟ اقولكوش. هنا بقى صحينا الصبح اهو، كنت انا سايباها ونقعت الصبح اللحمه معاك اهو بالليمون والطماطم. ما حطيتش خل لانه بيقولوا بيثبت الزفاره، فاستبعدت قلت اجرب كده. صراحه ما حطيتش خل خالص، طماطم وليمون، ولو في ملح حط عشان بيشد برده الدم اللي بيبقى موجود في اللحمه. هنا بقى المواعين بتاعتي كنت مخلصاها من بالليل، علشان ايه؟ بعد ما خلصنا الفيديو اللي قبل كده اللي هو تحضيرات ليله العزومه، فكان ايه كنت مخلصه المواعين دي قبل ما انام. هناخد بقى حله اللحمه ونحطها على النار، واكون انا غسلت اللحمه ديت وصفيتها في المصفى تنزل كل الدم والميه اللي فيها. هنا يا حبيبه قلبي نزلت اهم حاجه الدهنه اللي موجوده مع اللحمه، كام كده حته اشوحها عشان تستطعم كده اللحمه وتاخد منها ويبقى طعمها لذيذ. هتنزلي اللحمه بتاعتك دي لحمه مش لحمه ضاني يا بنات، تحس انها ضاني عشان فيها عظامه، بس هي دي لحمه الضحيه بتاعه العيد. تمام، لحمه حمراء يعني. احنا كنا مشتركين في ربع العجل يعني. تمام. هتحطي ليمون اسود وقرفه، عود قرفه وليمون وحبان وورق لورا بس مع اللحمه بس، ما تحطوش اي بهارات تانية. وهتحطي عندك بقى الجزر والطماطم والبصل وفي في اللحمه بتاعتك تشوح كويس وتاخد وتدي معاها كده، وتنزلي بقى بالكاتل بتاعك بميه سخنه. ما تحطيش اي حاجه لما الريم بقى يطلع من الشوربه، تطلعيه وتنزلي بقى ببهاراتك السبع والفلفل الاسمر، وتسيبيها توطي النار، تخليها على وسط كده، ما تعليش النار على اللحمه يا بنات. ومش هنملحها بملح الا لما تقرب تستوي. هنا بقى عصقت اللحمه معاكم، هنحط اللحمه بتاعه الجلاش مع بعض، ومعاها البصل والفلفل والجزر. انا معصجاها معاكم في فيديو قبل كده، فانا مش هعصجها. في حاجات كتير ممكن اختصر فيها لان احنا عاملينها مع بعض قبل كده في القناه. اللحمه هنا هتعصجيها بايه زي ما قلت لك، ببصل ومعاها جزر ومعاها فلفل معصجه، وسيبها تستوي على النار. هنحط برده كبشتين شوربه علشان تستوي كويس وتديها طعم جميل. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا ايه الخلطه اللي هنعملها للفراخ وتدخل الفرن تخليها مشويه. هتحط معلقتين سمنه على النار ومعلقه زيت، وتحط زعتر ناشف
والسبع بهارات بتوعتك والفلفل الاسمر، وبعد كده تنزلي بالطماطم بتاعتك. لو عندك صلصه جاهزه حطي معلقتين صلصه، وبعدين الطماطم المعصوره، الطماطم المعصوره في الخلاط هتحطيها وتسبكيها، وبعد ما تتسبك تنزلي بقى وتدهنيها بقى كده ايه على الفراخ بتاعتك وتدخليها الفرن على الشوايه، هتخلي لك الفراخ من فوق ومن تحت متحمره. انا مش هحطها كلها، انا هحط على الوش ده، ولما ياخد لون الشوي من فوق هقلبه وبرده ادهن الوش التاني. بصوا ما اقولكوش يا بنات الفراخ طالعه واو على الطعم والمنظر والشكل والريحه. هنا بقى بسرعه كده هنعمل البسله. اللحمه بتاعت اتعصجت بتاعنا وسقيناها بقى كبشتين شوربه كده تسوي لحمه التعصيج وعصجناها. بعد كده هننزل، انا ما بحبش اسبك يا بنات، انا بنزل كله ني في ني، حتتين دهنه بسرعه مع معلقه سمنه مع بصلايه كده مبشوره او متخرطه تشوح كويس، وانزل بقى بالخضار بتاعي. انا هنا هعمل بسله، البسله اللي انا مخزناها في القناه القديمه ماشي 3 اكياس كده حسب الكميه، وهنزل بمعلقه سكر ومش هحط اي بهار ولا اي حاجه خالص. تمام. هنحط بس ماجي، لان دايما البسله المتخزنه يا بنات حطوا لها ماجي بتدي طعم جميل قوي، بتغير طعم البسله المتخزنه. وهنزل بالطماطم بتاعتي والفلفل الاسمر واغطي بقى، وهي هتاخد وتدي معاها وتستوي بقى. تعالى بقى للطحينه اللي انا هقولك عليها كده على السريع كده. هنحط البسله سيبناها تستوي واللحمه على النار وعملنا اللحمه المعصجه. تعالى نعمل بقى الطحينه. هنعمل ايه بالطحينه؟ هتجيبي رغيف فينو، اي عيش رغيف عندك، وهتجيبي ميه سخنه وتسيبيه تتخمر في الميه السخنه. بعد ما يتخمر من الميه السخنه هتحطيه تاخديه من الميه تعصريه نص عصره، مش عصر قوي، تحطيه في الخلاط، تحطي عليه كمون وتحطي عليه نص معلقه سكر وتحطي فلفل حراق وليمون وخل وزيت، واضربي بقى وتوم 5 فصوص توم او 4 فصوص توم، واضربي بقى هتطلعي باحلى طحينه اللي انا عاملاها دي. بصوا طحينتي مميزه، ما بتجيبش طحينه ساده من بره، ما بتعجبنيش. هي دي الطحينه اللي انا بعملها للمشويات، بتبقى تحفه، بتعجب كل اللي يجي عندي. خلصنا كل ده ندخل بقى على التقيل، ندخل على الكفته الجميله بتاعتنا. طبعا الكفته دي اللي يقول لي في الفيديو فين العجينه، فين انت عملتيها ازاي يا ام اياد؟ انا عاملاها في الفيديو اللي قبل كده يا بنات، قلت لكم الفيديو ليله العزومه مرتبط بالفيديو ده. انا كنت مظبطه عجينه الكفته، كفته الحاتي ده كان مظبطاها في الفيديو اللي قبل ده. تمام. كنت ميه البصل وميه الفلفل اللي انا كنت حطاها في الفريزر وفرستها في الفيديو اللي قبل كده، واللحمه ديت انا كنت مظبطاها بتاعه الكفته وعاملاها ازاي. اللي عايز يعرف الطريقه يسمع الفيديو اللي قبل ده. تمام. انا هنا جايبه بقى الايد الخشب دي بتاعتي معروفه قوي، بعمل بقى الكفته. بصوا كفتتي محدش يغلبني في الطعم صراحه، كل كفته حاتي والكل بيعجبني. مكونات الكفته، مكونات عجينه الكفته في الفيديو اللي قبل ده يا بنات، مكونات عجينه الكفته في الفيديو اللي قبل ده. الفيديوهين مرتبطين ببعض، قلت لكم فيديو هجهز فيه وفيديو هبتدي اطبخ فيه، لان صراحه الفيديوهين كانوا كبار، ولما بنزل كل حاجه في فيديو واحد الكل ما بيكملش الفيديو للاخر. تمام. اي حد عايز يعرف عجينه كفته الحات اللي انا عملتها دي والله لا تبهرك، بس اسمعيها، موجوده في اول فيديو اللي قبل ده اللي هو تحضيرات ليله العزومه. تمام. وبصبع كده الصبع بتاعي، وبعص برده من اللي هو ايه بدهنه من بره كده بميه البصل بتاعتي. بصوا الكفته بتاعتي، وبكون دهنه الصينيه زيت او سمنه، وبنزل ميه البصل وادخلها على الشوايه على الرف الفوقاني. تمام. قصدي الرف الوسطاني، واشغل كمان الشوايه، اشغل عليها الفرن من تحت. لو ما خدتش لون وهي الفرن شغال من تحت بشغل الشوايه عليه. هنا بقى السلطه بتاعتي، دخلت برده الكفته بتاعتي في الفرن وابتديت اعمل السلطه. عشان اقتصر عليكم الوقت، هو كده حطيت خيار وفلفل وطماطم وجزر وكابتشو، كله كده كله يا بنات طرنشات معموله، انا عاملاها يعني وظبطتها وعملتها. دخلت اللحمه بتاعتي الفرن. بعد كده نطلع على المحشي بتاعنا. المحشي يا بنات ده انا حاشيه برده في الفيديو اللي قبل ده، كنت مجهزاه وحاطه الحله في التلاجة. تمام. المحشي يا بنات اللي دايما بيبقى محشي ليله العزومه محطوط في التلاجة، ما ينفعش احطه على النار مباشره وادخل احط عليه سخن، لا، لازم اسخنه على النار، لازم اولع المحشي الاول لحد ما احس ان المحشي ابتدى يطلع منه بخار، يعني المحشي كله فلفل في بعضه، سخن والبخار كده طلع منه، ابتدي انزل عليه بالشوربه السخنه كده المحشي بتاعك يطلع مفلفل وجميل. اما لو انت دخلتيه وسويتيه حطيتيه على النار ودخلت الشوربه سخنه عليه وهو بارد طالع من التلاجة، هيطلع منك معجن، مش هيطلع حلو. بصوا علشان سخن، بصوا بسرعه بيعمل ازاي معايا، مش هياخد منك شوربه كتير، لان برضو كمان ما تكتريش شوربه المحشي اللي معمول قبلها بيوم، اللي محشي ليله العزومه. هحط طبق بتاعي عشان ايه ما يفرولش مني وهو بيغلي. تمام.
يلا بينا بقى ندخل على الجلاش. طبعا انا صراحه ما كنتش قادره اقف والله يا بنات، في حاجات كتير انا ما بقدرش اعملها وانا واقفه، بعملها وانا قاعده. هنا بقى الجلاش بتاعنا كان عندي لفتين جلاش. تمام. هتمسكي الرف اللي هو الفرخ الاولاني من الجلاش وتفرديه، وهتجيبي المهري او الباص دايما تخليه جوه يا بنات، وتدهنيه كله بالسمنه، وهتدهني التاني بالسمنه، وتنزلي باللحمه المعصجه بتاعتك زي ما انا بنزل بيها كده. بصوا، وهتلفي الجلاش بتاعك رول رول لحد ما توصلي لحد الاخر خالص خالص خالص، وتكوني دهنه الصاج بتاعك او الصينيه بتاعتك سمنه. اهم حاجه السمنه يا بنات في الجلاش، لانه بتطلعه مورق وجميل ومقرمش. نفس الطريقه ديت شوفوا اللي انا بعملها كده. عملت كذا حاجه هناك وحطيتهم في معلش الصواني بتاعتي كانت مشغوله، فاضطريت احط في الصاج بتاعي دوت. يعني الجلاش كان يعني هو قليل عن الصاج بس مش مهم. اهم حاجه بصوا بقى كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها يا بنات اهو بالطريقه دي. تعالي بقى اقولك على التشريبه بتاعت الجلاش. التشريبه دي عباره عن كوبايه. انا الاول هدهن كل الجلاش سمنه واقطعه بالسكينه حسب يعني انا هعمل الجلاشه هعملها 4 حتات. تمام. بالسكينه بعد ما ادهنها سمنه زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هعمل التشريبه عباره عن ايه يا بنات؟ كوبايه كبيره نصها شوربه ونصها لبن ومعلقه بيكنج باودر بس. نصها شوربه ونصها لبن. ما عندكيش شوربه خليها كلها لبن، ما عندكيش لبن خليها كلها شوربه. بصوا بس الشوربه على اللبن خطيره، بتخليلك الجلاش ده مورق، طعمه مش مالح. بصوا طعمه بيبقى خطير. جربي الجلاش والكفته بتاعتي بالطريقه دي. بس اهم حاجه تسمعوا الفيديوهين علشان تشوفوا الفيديوهين مرتبطين ببعض. بصوا اهو الوش اللي على ده اللي هو البيكنج باودر مخلي فوران مع اللبن مع الشوربه سخنه. انت كده انا هسقي الجلاش وهدخله الفرن على طول؟ لا، هغطي عليه واسيبه حوالي تلت ساعه او ربع ساعه. اسيبه عبال ما يشرب التشريبه بعدين ادخله الفرن. كده الكفته بتاعتنا خلصت يا بنات وادت لون موزك جميل. هحط عليها فحم كده واديها لون جميل كده يعني هولع حته فحمايه واخلي الكفته بتاعتي بطعم الفحم. تمام كده. والجلاش طلعت الكفته ودخلت الجلاش على طول في الفرن في الرف الوسطاني، واولع الفرن من تحت. هنا بقى نعمل الرز بتاعنا عشان يطلع مفلفل وجميل. كتر الشعريه بتاعته. لما يبقى عندك معازيم او عندك عزومه لازم تقللي الشعريه قد الرز، مش زي الاكل بتاعنا العادي. وتخلي الشعريه بتاعتك تحطي ملح بقى وورق لورا ومكعب مرق بيخليلك الرز ده طعمه خطير. بصوا قسما بالله وانا بحط لهم يوم العزومه بيقولوا ايه ريحه الرز ده مع الشوربه بقى طبخها بشوربه. بصوا اهم حاجه الرز يكون قد الشعريه، هيخلي الرز عندك جميل. هنا بقى هتغلي الشوربه بتاعتك وتقلبي الرز لحد ما يسخن خالص ويفلفل منك. هو ده رز العزومات. لازم اهم حاجه الرز ما يكونش متعجن في عزومتك. كل اكلك يكون ظابط ومظبط. بنزل بالشوربه بقى على الرز، لقيت الشوربه ما كفتش خدت من الشوربه التانية اللي هي معموله بلسان عصفور، لان كده انا هخسر الرز. لا، خدت كام كبشه كده من الشوربه بتاعت لسان العصفور عادي يعني ما فيش مشكله. لسان العصفور تحت انا خدت من على الوش بس. اهم حاجه نظبط الرز بتاعنا وهيغلي كويس ونوطي عليه وياخد ويتردد مع نفسه. اهم حاجه نوطي عليه كده. شرب الشوربه بتاعته هنوطي عليه كده. الاكل بتاعنا خلص. الفيديو بتاعنا جميل وطويل وشيق وحاولت اختصر فيه لان هما فيديوهين مرتبطين ببعض. اللحمه بتاعتنا دخلناها الفرن واتشوت وخدت لون. الكفته بتاعتنا دخلت الفرن وخدت ولا هي مقليه في زيت مشويه. كفته حياتك ما كشتش مني. اللي عايزه تعرف ما كشتش مني ليه تسمع الفيديو اللي قبل ده يا بنات. انا عامله فيه عجينه الكفته فظيعه وان شاء الله نعملها في فيديو لوحدها كده باذن الله. الفراخ اللي شوتها واللي مش شوتها طبعا شفتوا الطريقه في الفيديو انا ازاي شوتها. الجلاش بتاعنا شايفين اللون مورق وجميل قسما بالله العظيم. اعملي طريقتي وانتي تاكلي الاكل ده وانت مغمضه عينك. مواعيني مش عاليه ولا بطبخ في تيفال وبطبخ مش عارفه في ايه. لا، مواعيني عاديه. اهم حاجه النظافه والجمال والريحه والطعم. الحمد لله انا مش بشكر في اكلي بس الفيديوهات كل حاجه قدامكم تشهد. اكل مصري اصيل، اكل نظيف، اكل بصوا كفايه بس الكفته انها ما كشتش. لحمه بلدي وفراخ مشويه بطريقه سهله وبسيطه. سويت كل حاجه بطريقه سهله وبسيطه مش هتتعبي ولا اي حاجه. اهم حاجه اللايكات. انا هزعل منكم جامد اوي لو وصلتوا لحد هنا
وما ادتنوش لايكات كتير لان عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكات بجد بجد، واكبر عدد من المشتركين. اشتركوا في قناتي عشان شوفوا طريقه الكفته، طريقه الفراخ اللي هتشويها بعد السلق، طريقه بصوا الجلاش اللي مش حد هيقولك عليه، الجلاش التركي يعني الفراخ اللحمه المشويه بقى. بص الاكل البسيط الجميل المصري الراقي اللي مش حد هيقولك عليه. ان شاء الله باذن الله انا اشتركت في قناتي، هتشوفي كل وصفاتي هتعجبكم باذن الله باذن الله، انا واثقه انها تعجبكم. اكل جميل وبسيط. بصوا يعني مش هقول، كنت بقى مجهزه قبل كده البطيخ والسلطه مجهزاها، ورق العنب والحاجات دي كلها، كل ده كان جاهز يا بنات. انا حبيت اصور لكم، والحمد لله ان انا طبخت لوحدي، الحمد لله انا صورت وطبخت في نفس الوقت. الحمد لله كانت عزومه جميله ويوم جميل وعدى. اهم حاجه تكفي ان في ايتام كلوا من الاكل ده، هو مش طالع لله ولا حاجه، بس معظم اللي انا عازماهم هم ايتام يا بنات، ايتام. معظم اللي معزومين ايتام، يعني صحاب جوزي ولادهم في صحاب جوزي وفي ولاد ايتام صحاب يعني ابهاتهم ميتين كلوا من الاكل ده. ربنا جبر بخاطري وما تعبنيش علشان انا باكل ايتام والله العظيم. يلا لايكات كتير يا حبيبه قلبي، وانا كنت مبسوطه ويعني خارج مني الاكل ده لاني انا عازمه اطفال ايتام، اطفال ايتام والله العظيم. انا كنت مبسوطه ان ربنا جبر بخاطري لان انا من جوايا نظيفه، يعني انا بعمل عمل خير الحمد لله. يعني صحاب جوزي توفوا واحنا عازمين اولادهم الايتام والله العظيم، صحابه ماتوا كذا حد من صحاب مات، فاحنا عزمنا اولادهم الايتام الاطفال. حبيت افرحهم واكلهم. بس لايكات كتير بالله عليكم، واكسبوا له كتير، وقولوا لي ايه رايكم في الاكل، يعني عايزه انتقادات، عايزه اي حاجه قولوا لي في الكومنتات رايكم. انا بصوا مبسوطه جدا من كل حاجه انتوا مبسوطه من كومنتاتكم. ربنا يكبر بخاطركم دايما بالكلام الحلو والكومنتات الحلوه اللي انت هتقولوها. يلا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا بقول لكم الفيديوهين ده اللي انا بنزله ده والفيديو اللي قبله مرتبطين ببعض، انا نفسي تفرحوني زي ما فرحتوني في الفيديوهات اللي قبل كده. يلا لايكات كتير واستنوني في فيديو جديد بقى باذن الله بعد الفيديوهات الجباره دي، والسلام عليكم ورحمه الله.